مش عايزه منه حاجه، انا حتى مش عايزاه يديني، انا عايزاه بس يقبل العطاء بتاعي. عمرك شفتي حاجه زي كده؟ حاسه ان هو مؤذي بس ما اقدرش اسيبه. الشخص اللي بيدمن اي حاجه او بيبقى متعلق باي حاجه، بتبقى الحاجه دي بتلبي عنده احتياج هو كان مفتقده في الطفوله. الاصل بتاعه هي صغيره اتعرضت لايه عشان توصل لكده. اهلا بكل متابعينا برنامجكم اصدق كدبه. النهارده هنتكلم عن موضوع يعني لفت انتباهي شويه وكنت عايزه اعرف السبب بتاعه. بلاحظ كتير جدا جدا من البنات او من السيدات يبقوا مرتبطين بشخصيه قد ايه مؤذيه، قد ايه علاقتهم بيها علاقه سامه، ومع ذلك بتفضل مستمره في العلاقه وبتبقى حاسه ان هو مؤذي بس ما اقدرش اسيبه، ما اقدرش ابعد عنه، ما اقدرش اخد الاكشن ان انا اتحرر منه. موضوع مستفز جدا مهما الناس بتنصحها، ولكن في حاجة ربطها، هي متعلقة بيه بدرجة الجنون، بدرجة ان هي عندها اعتقاد ان انا لو سبته حياتي هتنتهي. فحبيت ان انا اعرف في الحلقة زي دي ازاي واحدة او زي الستات دول ازاي يتحرروا من العلاقات السامة ويبتدوا حياة جديدة. وطبعا كالعادة مع مدربة تغيير الواقع روداء محمد. عشان بتلخبط دايما في اسمك. لا خلاص حفظتي بقى. احنا بقالنا حلقات قد كده مع بعض، قد كده رويداء وهي روداء محمد. ازيك يا جميله؟ نورتيني. ازيك انت يا منى؟ خلينا نتكلم كده في جزئيه السيدات، او مش لازم نقول الستات مثلا، يعني بالاخص اي حد ممكن يكون راجل متعلق بشخصيه سامه او شخصيه مريضه بس مش قادر، ولما حتى ننصحه يعني لا بلاش العلاقه دي مؤذيه ولا حياه لمن تنادي. ايه اللي بيحصل لدرجه التعلق بالجنون؟ لو انا موافق ان انا اتاذي، انا موافق ان انا يحصل لي اي حاجه بس ما اسيبش الشخص ده. ليه بيحصل كده؟ ليه؟ هقول لك مبدئيا ده ليه علاقه بالماتريكس بتاعتنا برضو، لان الشخص اللي بيدمن اي حاجه او بيبقى متعلق باي حاجه، بتبقى الحاجه دي بتلبي عنده احتياج هو كان مفتقده في الطفوله. وهنا هديكي مثال للتعلق. بنلاحظ كتير ان في نوعيه من البنات بتبقى بنسميها في انواع التعلق، لان في انواع للتعلق اسمها الشخصيه القلوقه. الشخصيه القلوقه. فالشخصيه دي بتبقى حد كيرين جدا، عطوف جدا، حبوب قوي، بيدي كتير، وتيجي ترتبط بواحد وتحبه تبقى عايز تسال عليه طول الوقت واخبارك ايه وعامل ايه، ولو غاب عنها ساعتين 3 يبقى حصل له حاجه. ولما تيجي تقول له انت حصل لك حاجه وما يردش او يبص على المسج ويتنرفز تتضايق جدا وتقول لك ايه، يعني انا مش عايزه منه حاجه، انا حتى مش عايزاه يديني، انا عايزاه بس يقبل العطاء بتاعي. عمرك شفتي حاجه زي كده؟ لا دي لو توكسيك مش هو. توكسيك انا لو مكانه يعني هقول لك يعني هي الفكره ايه، هي الفكره ان التصرف نفسه هو اللي توكسيك. لان الشخص مش يعني انا شويه رافضه كلمه نرجسي وتوكسيك والحاجات دي، ليه؟ بقت سهله قوي دلوقتي تتقال على اي حد. فاحنا ممكن نقول الاحسن ان التصرف بتاعه توكسيك او التصرف بتاعها هو اللي توكسيك، لكن الشخص مش الشخص نفسه. بالظبط كده. فنيجي هنا نقول ايه بقى، عادة احنا بنقابل في العلاقات جروحنا. فالشخص اللي عنده قلق وعنده عطاء لا محدود، ده معناه ان هو اتعرض في الطفولة لصدمات ترك خلته عارفة انت اللي متشعلق وعايز يمسك في اي حاجة، فيجي يقابل سبحان الله النقيض بتاعه اللي هيربيه في الحياة ويعلمه يتزن. مين بقى النقيض بتاعه؟ بالراحه. يعني هي دلوقتي اتعرضت لعدم امان او عدم احساس بالطمانينه. خلينا اجيب لك من القصه من البدايه. الاصل بتاعه هي صغيره اتعرضت لايه عشان توصل لكده؟ هقول لك، احنا عندنا ملفات في عقلنا اللاواعي. اول ملف بيتفتح اسمه ملف الرفض. بيجي امتى ملف الرفض ده يتفتح؟ لما الام بتحمل وتبدا تحس بغثيان وقرف وتبقى حاسه ان في حاجه في جسمها مش طبيعيه ومش عارفه تتعامل معاها. في اللحظه دي الطفل بيحس بالرفض. الشعور ده بيوصل له هو بيبي وهو يعني في الرحم لسه نطفه بيحس هو لسه في الرحم. فهو بيحصل ايه بقى؟ في عقله اللاواعي بيتفتح ملف اسمه الرفض، لكن الملف ده فاضي. هل الملف ده كده عمل له صدمه؟ لا طبعا، لان دي طبيعه بتحصل لنا كلنا. الحمد لله يا رب ان مش ده سبب الصدمه، بس المشكله ان الملف اتفتح. عارفه انت لما تجيبي شقه وتفتحيها او اوضه وتفتحيها، فخلاص بقى في ملف هو عارفه اسمه الرفض. يجي يتولد الطفل ده، فتيجي مثلا بنت ومامتها كانت عايزه ولد، فمامتها تبدا تصدر لها احساس بالرفض برضو. او طلع شعره اكرت وهي كانت مامته عايزاه شعره اصفر ناعم وطويل، طلعت عينيه سودا وكان نفسها يبقى ابنها عينه خضراء وابيضاني. كل لحظه انا ببعت فيها لابني شعور بالرفض، ان انا رافضه سلوكك او شكلك او نوعك، بيتكون عنده في عقله اللاواعي
فبيأكد صدمة الرفض عنده. ولما بتتكرر الصدمات دي كتير، الشخص ده بنسميه في العلاقات او في التعلق شخص متجنب. وهو ده اللي اتكلمنا عنه مره في حلقه من الحلقات، لما قلت لك ان في شخصيه بتسافر كتير، مش عارفه تستقر في شغلانه، مش عارفه تستقر في علاقه، هو ده المتجنب. طيب ايه طبيعه المتجنب في العلاقات؟ انعزالي، ما بيحبش يدي، بخيل في العطاء، حتى في الوقت، بيستغرب جدا لو انت هجمتي عليه بالمشاعر وبدات تديله مشاعر، هو مش عايز ده اصلا، هو انعزالي، هو بيحب يبقى مع نفسه. طب الانعزالي ده بيحصل له ايه؟ صدمه الطفوله بتاعته؟ الرفض برضه، يعني هو الرفض بيدي عوامل مختلفه لما ما انا طفل مرفوض بقى. ما انا وانا صغير حسيت بالرفض، فبعمل ايه؟ بقوم منزوي وعامل عالم لنفسي في خيالي ومن غير اشخاص كتير، علشان مش عايز كل شويه حد يرفضني بقى، انا عايزه اريح دماغي. فانا طبيعتي ببقى متجنب، هو اسمه كده في التعلق، شخص متجنب. يجي يكبر المتجنب ده والناس عماله تقول له ما تتجوز يا اخي، ابدا يدخل في علاقات، بس هو اصلا مش عارف يعني ايه يدخل في علاقه، لان هو عمره ما جرب يدخل في علاقه حقيقيه. هو اول علاقه دخل فيها مع مامته وباباه اترفض فيها، فهو ما عندوش ملف للعلاقه المتزنه اصلا. وخلي بالك ان الاب والام هما اول مشهد احنا شفناه للعلاقات. طب سؤال كده حذر بيه كل ام وكل اب، يعني حتى لو هي سيبك من طبعا موضوع الجينات او ان هي حامل فيه، فطبعا ده شيء لا شعوري، يعني ده غصب عنها، وده ما بيعملش صدمه، ده بيفتح الملف بس. طيب جه الولد للحياه او للبنت، وكالعاده زي الام انا كان نفسي تبقى شعرها كذا او البشره بتاعته تبقى لونها كذا، غلط، نفترض ان انا غلط كأم وقلت الاكشن ده، ازاي اعيد تصحيحه؟ اقبل ابني وابعت له مشاعر حب، حتى لو انا عديت المرحله بتاعه الطفوله. وعلى فكره انا دايما اقول كده للناس اللي بيجولي، شغلكم على نفسكم بيفرق في علاقاتكم مع اولادكم، يعني بيصلح الاجيال اللي جايه وبيصلح الاجيال اللي فاتت. حتى لو جده متوفيه، شغلك على نفسك والاستناره اللي بتعمليها مع نفسك بتنور عندها في قبرها، واللي جاي بيخرج من الكارما بتاعتك. يعني بنتك مش هيحصل لها اللي حصل لك، لان انتي نظفتي الفايل ده، فالملف لما بينضف عند حد مش هتتوارثوا بقى. عارفه عامله زي السلسله او السبحه، لما انت بتيجي تقطعي السلسله خلاص بتفرط من كل ناحيه، من اللي فات واللي جاي. فانت نظفتي الصدمه دي من اللي فات واللي جاي. شوفي رحمه ربنا. عشان كده كل واحد بيتولد على الارض بيبقى شايل الرايه لتحديات معينه في العيله بتاعته. لو هو فهم ده هيفهم ان ربنا مش جاي يبتليه، لا ده ربنا جاي يخليه ينقذ نفسه والعيله اللي جايه والعيله اللي فاتت. لو هو يقطع بقى الوصله، لو هو قام بدوره بالظبط، يقطع الوصله ده مش هقدر مش هورث بقى ده تاني للجيل اللي بعدي. لا انا مش هسمح ان الوجع اللي جوايا ده يكمل. وتقدر تعمل كده، تقدر تعمل ازاي؟ اشتغل على مشاعري، اشتغل على نفسي، انتبه. انا دلوقتي شخص قلوق، على فكره اللي بيجي لنا القلوق مش المتجنب. المتجنب شايف نفسه ان هو كويس جدا لان هو ما بيتعرضش لاي اكشن. بصي المتجنب امتى بيجي؟ تخيلي لما القلوق بيبيعوا. لما ايه؟ القلوق بيبيعوا، يعني بصي الخطوات اللي بيحصل. انا تنحت. القلوق بيعمل ايه؟ بيفضل يطارد المتجنب. ايه ده بيجذبوا بعض. ده بصي حاجه ربانيه. سبحان حاجه ربانيه سبحان الله. دي احنا بنسميها علاقه الهارب والمطارد. المتجنب عمال يهرب والمطارد عمال يجري وراه. طب ليه؟ طب المتجنب خلاص احنا عرفنا هو بياخد الاكشن كده، ليه القلوق بيجري ورا المتجنب؟ هقول لك انا بقى. اخونا بقى القلوق وهو طفل اتعرض لحاجه تانية اسمها صدمه الترك. صدمه الترك دي الملف بتاعها بيتفتح امتى؟ اول ما بيتقص الحبل السري بين الام والطفل بيتفتح عنده ملف اسمه انا اتسبت. هل ده بيعمل صدمه؟ لا طبعا. بس الملف اتفتح، الاوضه اتفتحت. يجي بقى الطفل بابا يسافر، حد من اهله يتوفى، يروح المدرسه اول يوم، عمال يكون صدمات ترك. من الحالات اللي جات لي مثلا حد وهو 40 يوم بابا ومامته سافروا وسابوه شهرين. طب ده 40 يوم هو بيشعر بده؟ تخيلي. طبعا بيشعر، ده هو في رحم الام بيشعر بكل حاجه. ده انا في حالات جات لي لما اشتغلنا على الماتريكس بتاعتها شافت مشاهد هي مش فاكراها، ولما راحت سالت مامتها بتقول لها ايه، هي من كتر ما هي مش مصدقه بتقول لي ايه، بتقول لي انا شايفه ان انا عندي 4 سنين وحصل لي كذا كذا. فقلت لها روحي اسالي مامتك، لان هي مش فاكره، هي بتقول كلام هي مش فاكراه. فراحت سالت مامتها قالت لها ماما هو انا عندي 4 سنين حصل كذا كذا عندك؟ قالت لا. مامتها اتخضت وقالت لها لا ده انتي 4 شهور في بطني. بس من كتر ما هي مش مصدقه، مش قادره تصدق المشهد، تخيلت انها كانت مولوده.
الدرجات دي بتتحفر في الذاكره طبعا الدرجات دي كل حاجه بتتحفر. طب نرجع تاني للقلوق. القلوق ده القلق اتعرض بقى لترك. ايه؟ اتساب وهو طفل، اتساب آه. كذا مره، واتساب باشكال مختلفه، اوكي. وممكن يكون اتساب عاطفيا، يعني باباه ومامته مشغولين عنه طول الوقت، موجودين بس مش مدينه اهتمام، فبيكبر عنده تعطش وادمان للاهتمام. فللاسف بيعمل ايه؟ بيلعب لعبه كده ان هو بيهتم بالاخر زياده عن اللزوم، وبيديله زياده عن اللزوم علشان الاخر يهتم بيه. هو فاكر ان اللعبه تيجي كده، انا لما اديك اهتمام واديك حب رعايه وحب، ورعايه، فانت هتستجيب لي وهتديني نفس الشعور اللي انا بديهولك. وانا بعمل كده ليه؟ عشان عايزه اتشاف. يعني انا بعمل كده من جرح مش من اتزان، انا عماله ادي عشان انا اتشاف. فعشان كده سبحان الله الرد الطبيعي اني مش هتشاف. وطبعا المتجنب يجري. المتجنب بقى كل ما القلوق يساله انت فين، وانا قلقان عليك، وانت اتاخرت ليه، وانت بعتني ليه، وانت سبتني. بصي بقى القلوق قاعد يوم جات له سفريه في مكان ما فيهوش شبكه، المتجنب تبعت له تقول له هو انت سبتني؟ الله الدرجه دي. هو انت عيان؟ هو انت في المستشفى؟ مره في التانية في التالتة بتكتشف انه لا عيان ولا في المستشفى ولا مشغول. وتسامح. ايه؟ وبتسامح. لا، هي مره في التانية في التالتة بتبدا تنتبه ان المخاوف اللي جواها دي مش حقيقيه. لا انا اقصد يعني هي دلوقتي عرفت ان هو مش عايز يكلمها، هو فهمت بس ان هو بتتقبل ده. هي بقى من كتر الالم، لان هي عماله تهتم وتدي وهو مش عايز يديها، لان عاده الستات هي اللي عندها ترك والرجاله اللي عندها رفض، اغلب الحالات يعني. فمن كتر الالم بتجيلنا، من كتر عياط والالم، انا بحبه وانا بجري وراه وبعمل له تخاطر وكل شويه بحلم بيه، وهو مش معبرني، وانا مش عارفه اعمل ايه اكتر من كده. وكل ما تعمل له تخاطر يا بنتي علشان يكلمها، لانهم متخانقين بقى ومتخاصمين، تلاقي نفسها هي اللي بتكلمه. فطبعا ايه، كرامتي بتنقح عليا، الموضوع بيجي بالعكس. انا عايزه هو اللي يكلمني، انا بلاقي نفسي انا اللي برجع اكلمه، عشان انتي بتعملي كل ده من منطقه جروح. فنبدا نعمل ايه احنا بقى؟ نعالجها من الجروح دي فتهدى وتبطل تجري وراه وتختار صح. فيحصل ايه بقى؟ لا سيبك انتي قبل ما تختار صح. انت عارفه ايه اللي بيحصل له المتجنب؟ فجاه بيلاقي الطاقه المهوله اللي كانت بتتحدف عليه طول الوقت وبيتغذى عليها وهو مش واعي اختفت. فجاه بيلاقي نفسه في الطل، هو بيجري مفيش حد بيجري وراه. يعمل ايه بقى؟ يقوم يجري وراها. يقوم يلف ويبدا ينتبه انت فين. بتكون هي اتعالجت وفاقت خلاص، اتزنت، يبدا هو بقى هيموت ويرجعها. ده اللي بيحصل والله في الواقع. في الحاله دي لما بيتوجع ويعيط هو عليها عشان هي مش عايزه ترجع له، يجي لنا بقى بعد كده. يعني الاتنين بيتجوزوا في الاخر. يعني بصي، يا القلوق بيجي بدري، عشان كده سبحان الله دايما اقول لهم كده، القلوق بيحصل له استناره بدري قبل المتجنب. المتجنب يا بيحصل له طب خليني اخدها جايه بشكل كوميدي شويه. يعني لو نفترض الشخصين القلوق والمتجنب نفس الاثنين مرتبطين، هل بعد التشافي بيرجعوا لبعض؟ ممكن بيرجعوا في حالات، ممكن في حالات بس مش اكيد. طبعا مش اكيد. ليه؟ هقول لك ليه. لو القلوق اشتغل على نفسه واتزن، زي ما قلت لك كده، في حالات المتجنب بيجي يشتغل على نفسه عشان يتزن، فممكن يشوفوا بعض ويرجعوا لبعض. لكن في حالات تانية المتجنب بيكمل تجنب ومبقاش عايز يرجع، والقلوق نفسه مش عايزه خلاص، لانه اكتشف فوت تعافيت. انا كنت بجري وراك ليه يا ابني؟ انت ما عندكش حاجه اصلا، ما تستاهلش على فكره. ده انت ما بتدينيش حاجه خالص. انا ازاي كنت قابله على نفسي كده؟ لان احنا بنعلمهم ان الطاقه المهوله اللي انت كنت عماله ترميها عليه ارميها لنفسك. دلعي نفسك يا حبيبتي، واخرجي وتفسحي وحبي نفسك بجد. واليوم اللي انت طول اليوم عماله تفكري تسعديه ازاي، فكري في شغفك، فكري في حاجه عايزه تسافري بلد. هي لما بتبدا تشوف الاوبشنز الكتيره في حياتها اللي ممكن تستمتع بيها وتعيشها بجد، لان هي جرحه الالم، يعني قصدي شافت الالم خلاص، هي في نفسها بتحس انا ما كانش بيديني حاجه خالص، انا كنت ماسكه فيه ليه؟ بجد يعني انا مبهوره بالحلقه، مبهوره جدا بيها، بالذات عشان ده بيحصل في ارض الواقع. يعني انا دايما بتابع في السوشيال ميديا، بلاقي كل اللي انتي بتحكيه ده وبتقوليه بيحصل بالنص، انها بتفضل تجري وراه وتفضل يعني حاله الحب والحنان والطاقه الرهيبه اللي بتديها له، ويحصل العكس، ان هي لما تسيبه هو يجري وراها. دايره. انت عارفه والله حالات قد ايه مجرد ما بندخل الماتريكس بتاعتها ونشفيها، الحمد لله يا رب، يعني ده باذن الله، فجاه بلاقيها مثلا بقالها 6 سنين بتجري ورا واحد، فجاه في كام شهر اتجوزت واحد تاني. اتمنى ان كل ومبسوطه وسعيده ومستغربه هي ازاي كانت ماسكه في ده. تخيلي، مستاهلش. كنت بحب ده. فيعني احنا بنضيع عمرنا احيانا عشان احنا مجروحين ومش واخدين بالنا اصلا ان في جرح. لا انا سعيده جدا بالحلقه، نورتيني، ولينا حلقات تانية برضو في الموضوع ده، لان الموضوع بجد لذيذ ولطيف. نورتيني النهارده وميرسي لوجودك معانا. اعزائي المتابعين، اتمنى النهارده حلقتي تكون عجبتكم، وفعلا ده بيحصل على ارض الواقع.
ان انت بتفضلي تجري ورا واحد وفي الاخر المشكله فيكي انت مش فيه هو. ابدأي بالتشافي والتعافي من بدايتك انت من جوه، هتختاري صح وهيوفقك ربنا في شخصيه كويسه. انتظروني في حلقه جديده من برنامجكم اصدق كده.